السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات الكرام، في هذه النشرة التي تخص الحالة الجوية بالجزائر إليكم التوقعات بحول الله بآخر التحديثات النماذج العالمية. يرتقب بإذن الله خلال يوم الخميس الموافق من 29 ديسمبر 2022 ستبقى الحالة الجوية مستقرة في معظم الولايات الجزائرية، ودرجة الحرارة تتراوح ما بين درجتين إلى 20 درجة، وبعض الولايات ستعرف بدرجة الحرارة خلال الفترة الليلية 0 درجة مئوية. وبخصوص توقعات الأيام القادمة بحول الله أن تبقى الحالة الجوية مستقرة مع رياح قوية تهب من القطاع الشمال الغربي وتارة من القطاع الشرقي نحو القطاع الجنوبي للبلاد. ومن المتوقع بحول الله خلال يوم الأربعاء خصوصا على الساعة 3 مساء أن تعرف بعض الولايات تساقطات مطرية خصوصا في الجزائر العاصمة تيارت وهران وكذلك الجلفة. كذلك من المرتقب بحول الله على الساعة 2 صباحا من يوم الخميس أن تعرف بعض الولايات بالتساقطات مطرية خصوصا في الجزائر العاصمة جوزو، جيجل، بجاية، سطيف، المسيلة. كذلك ستعرف بعض الولايات بتساقطات ثلجية خصوصا في باطنة، وكذلك تساقطات مطرية ستكون بعض الشيء معتدل إلى قوية في قسنطينة وكذلك سطيف. تساقطات مطرية تبقى حاضرة في عندنا بسكيكدا، جيجل، بجاية ورأس الميعاد. أما بباقي أرجاء البلاد الحالة الجوية مستقرة بإذن الله، وسنوافيكم بكل تفصيل خلال نشراتنا القادمة بحول الله بخصوص هذه التوقعات، هل ستبقى ثابتة أم تتغير. وإلى هنا تنتهي نشرتنا، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا دعم المقطع باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديدنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.